اللي بيحصل ده كشف للاقنعه. اللي بيحصل ده فضيحه، فضيحه لكل واحد مش رافع شعار الاسلام. اي حد رفع شعار غير شعار الاسلام اللي بيحصل ده فضيحه يا جماعه، والله فضيحه. كان زمان في اتنين اتفقوا على قتل واحد، اتفقوا سوا وقرروا سوا ونزلوا سوا ومسكوا كل واحد سكينه، كل واحد ماسك السكينه مع التاني سوا وطعنوه سوا ودفنوه سوا. في يوم من الايام واحد منهم وقف يعني يشتم في التاني قدام الناس، قال له يا اللي قتلت فلان. قال له ايه؟ كلكم عارفين. قال له عيب ده احنا دفنينه سوا. اي حد يشتم في اي حد دلوقتي في الازمه اللي بتحصل ده عشان غزه، الرد الطبيعي عيب ده احنا دفنينه سوا، دفنينها سوا. عيب ده احنا كابتين على نفسها سوا. خلاص يا جماعه وصلنا لهذه الدرجه، وصلنا. وحسن نصر الله بتاع الشيعه طالع يهتف في فلسطين ويشتم في مصر. يا حبيبي انت بتشتم في مين؟ احنا بقالنا 6 ايام مجازر في غزه يا اخي، صاروخ واحد من صواريخك كنا نشوفها. بلاش جعجعه بقى، بلاش اقتياد بقى ونهشف جثه غزه بقى اكتر من كده. بلاش بقى طلوع على القضيه الفلسطينيه اكتر من كده. ومن امتى فلسطين كانت بتهمكم؟ تاني يوم بعد الضرب ما حصل ال 200 واحد اتقتلوا في غزه، الشيعة على مواقع النت على الرمز بتاعت الياهو ماسنجر، على الرمز بتاعت الياهو بيقولوا تسلم ايد الطيار اللي قتل ال 200 واحد. صورتهم الحقيقيه بقى هم حقيقه امتى الشيعة شالوا قضيه فلسطين؟ امتى الشيعة شالوا قضيه اسلام اصلا؟ ده الشيعة مكفرين السنه من اولهم لاخرهم. الشيعة عندهم المليار و200 مليون سني على وجه الارض كفره بالنسبه لهم. من امتى؟ كفايه خداع بقى، كفايه يا اخي. صاروخ بلاستيك حتى يا اخي اضربه يا اخي، صاروخ حتى على روح الخميني اللي فضل يسب في ابو بكر وعمر اللي كانوا سبب في اسلامه. صاروخ يا اخي حتى صدى على روح، يمكن شتموا لابو بكر وعمر ولعنوا ليهم ربنا يغفرهم له. يا اخي احنا يا جماعه عايزين كشف الاقناع. الشيعة دول قبل حزب الله كانوا عاملين حركه امل في لبنان. حركه امل عملت مجازر في الفلسطينيين اكتر من اللي اليهود عملوها. ممرضه هناك شافت مجزره على ايد اليهود ومجزره على ايد الشيعة. لما شافت الجثث اللي الشيعة قطعوها قالت لا ده اليهود ارحم، اليهود ارحم من الشيعة. حسن نصر الله كان جندي في حركه امل الشيعيه اللي عملت مجازر ضد الفلسطينيين اللاجئين في لبنان. كفايه خداع بقى. مين اللي سلم العراق لامريكا مقابل انهم يمسكوا الحكم؟ مش الشيعة؟ كفايه. مين اللي دخلت امريكا على كتافهم في افغانستان مقابل ان يبقوا لهم دور قيادي هناك؟ مش الشيعة؟ كفايه خداع بقى، كفايه. اللي عايز يعمل حاجه، الشيعة يا جماعه لما بيجوا يتشاكلوا مع بعض، لما واحد منهم بيغضب بالتاني وعايز يشتم التاني، عارفين بيقول له ايه؟ بيقول له عظم سني في قبر ابوك. بيعتبروا ان عظم واحد سني في قبر حد منهم دي مصيبه، دي كارثه. هي دي حقيقه احساس سواء حسن نصر الله ولا غيره ناحيتنا. كفايه سقوط الاقنعه، فضيحه اهو. 6 ايام بنتذبح اهو. ورينا صاروخ، ورينا حاجه غير الكلام.